أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن خلاصة مركزة لواحدة من أكثر الكتب تأثيرا، كتاب فكر وزدة ثراء لنابليون هيل. هنحاول نفهم مع بعض الأفكار الأساسية دي، وإزاي ممكن طريقة تفكيرنا ورغباتنا كمان تغير حياتنا وتساعدنا نوصل لأهدافنا، سواء كانت أهداف مالية أو شخصية. الموضوع كله بيبدأ من جوه العقل. بالظبط كده. دي فعلا النقطة المحورية عند نابليون هيل. أي إنجاز كبير، أي ثروة، مش شرط فلوس بس، أي نجاح يعني هو في الأصل كان مجرد فكرة. التحدي بقى هو إزاي نحول الفكرة دي اللي ممكن تبان بسيطة لخطة عملية، خطة نقدر نمشي عليها. والرحلة دي هيل بيقول إنها بتعتمد على كذا حاجة: الإيحاء الذاتي، التخطيط الكويس، وإننا نتعاون مع ناس دماغها زي دماغنا كده، والأهم إن أفعالنا تبقى ماشية مع أفكارنا. حلو قوي. طيب خلينا نبدأ. ده أول نقطة هو بيتكلم فيها، الأفكار أشياء مادية. الجملة دي لوحدها كده يعني تخض شوية. كأن العقل ده مش بس بيحلم، لأ ده بيقدر يخلق الواقع اللي بيتصوره وبيؤمن بيه بجد. تمام. القصة بتاعت إدوين بارنز مع توماس إديسون اللي ذكرها في الكتاب بتوضح ده قوي الصراحة. بارنز ده ما كانش معاه أي حاجة تقريبا، بس كان عنده رغبة جبارة إنه لازم يشتغل مع إديسون، رغبة ملحة جدا. لدرجة إن إديسون نفسه حس بالإصرار ده، حس بقوة الرغبة دي، فاداله الفرصة. وده اللي نجحه بعد كده. كأن الفكرة القوية دي لما نخلطها بهدف واضح ورغبة كده بتنتهيش، بتتحول لحاجة ملموسة فعلا. وهنا بقى ندخل على النقطة التانية المهمة قوي: الرغبة. هيل كان واضح جدا في دي. بيقول مفيش حدود لطموحاتنا إلا الحدود اللي إحنا بنفسنا بنحطها في دماغنا. يعني الفقر أو الغنى في رأيه هم نتاج مباشر لأفكارنا اللي مسيطرة علينا. بس أكيد مش أي رغبة وخلاص، كلنا عندنا رغبات. لا طبعا، لازم تكون رغبة ملحة توصل لدرجة شبه الهوس كده. وهو حط 6 خطوات عملية، طريقة يعني، عشان نحول الرغبة دي لفلوس أو لأي هدف مادي. أول حاجة تحدد بالظبط أنت عايز إيه، المبلغ كام مثلا. تاني حاجة هتقدم إيه في المقابل، مفيش حاجة ببلاش. تالت حاجة تاريخ محدد. رابع حاجة خطة واضحة وتبدأ فورا حتى لو الخطة مش كاملة. خامس حاجة تكتب كل ده في ورقة: المبلغ، التاريخ، المقابل، الخطة. وسادسا، ودي مهمة قوي، تقرأ البيان ده بصوت عالي كل يوم الصبح وبالليل، وتتخيل وتحس إنك فعلا حققت الهدف ده خلاص. طيب جميل، الخطوات واضحة، بس هل مجرد إن الواحد يعمل الخطوات دي كفاية؟ إيه اللي بيخلي الرغبة دي تتحول لقوة فعلا؟ ساعات الرغبة بتكون موجودة بس ما بتتحققش. سؤال مهم جدا. هنا بيجي دور حاجتين تانيين: الإيمان والإيحاء الذاتي. الإيمان هنا مش بس الإيمان الديني التقليدي، لأ، هو حالة ذهنية، ثقة مطلقة جواك إنك هتقدر تحقق الهدف ده. والحالة دي، حالة الإيمان دي، نقدر نبنيها ونقويها عن طريق الإيحاء الذاتي، اللي هو ببساطة زي ما تكون بتبرمج عقلك الباطن، بتكرر لنفسك رسائل إيجابية، تأكيدات يعني، عن هدفك وعن قدرتك على تحقيقه باستمرار. الأفكار اللي بتكون مشحونة بمشاعر قوية زي الإيمان ده، سواء كانت إيجابية أو حتى سلبية للأسف، هي اللي بتبدأ فوراً تتحول لواقع مادي. عشان كده مهم نركز على برمجة عقلنا الباطن بحاجات إيجابية. فكرة إننا نقدر نبرمج عقلنا دي بصراحة قوية ومخيفة شوية في نفس الوقت. طيب، الرغبة موجودة ومشتعلة والإيمان بدأ يتكون بالإيحاء الذاتي. الخطوة العملية اللي بعد كده إيه؟ الخطوة اللي بعد كده هي التخطيط المنظم. ما ينفعش أحلام طايرة في الهواء. الأفكار والرغبات دي محتاجة خطط عملية واقعية نقدر نمشي عليها خطوة بخطوة. ونقطة مهمة قوي هأكد عليها: لو خطة فشلت عادي جدا، ده مش معناه ان الحلم فشل، لا، معناه ان الخطة دي ما كانتش صح. نستبدلها فورا بخطة تانية وتالتة لو لازم الأمر. الهزيمة المؤقتة دي جزء طبيعي من الطريق، لكنها مش فشل دائم أبدا. المرونة في التخطيط مهمة. جدا. وجزء أساسي من التخطيط ده هو فكرة التحالف مع مجموعة سماها هيل العقل المدبر أو الماستر مايند جروب. يعني مجموعة من الأشخاص، 2 أو أكتر، بيفكروا معاك، بيشاركوك نفس الهدف أو الرؤية، وبيساعدوا بعض بخبراتهم، بطاقتهم، بدعمهم المعنوي والمادي كمان. الفكرة هنا إن اجتماع العقول ده بيولد قوة أكبر بكتير من مجموع قوى الأفراد دي لو كل واحد لوحده. المعرفة لوحدها مش قوة،
القوة الحقيقية بتيجي من المعرفة لما تكون منظمة وموجهة بذكاء نحو هدف محدد. فكرة العقل المدبر دي تبان مثالية قوي، بس الواحد بيتساءل يعني هل سهل فعلا إن الشخص يلاقي المجموعة المناسبة دي؟ الناس اللي فعلا تدفعه لقدام بالشكل ده؟ هو طبعا تحدي، مفيش كلام. بناء الثقة والعلاقات القوية دي محتاج وقت ومجهود واختيار صح، لكن العائد بتاعه حسب كلام هيل كبير جدا ويستاهل التعب. وده بيوصلنا لصفة تانية أساسية ومرتبطة بكده: المثابرة. الاستمرارية. بالظبط. قوة الإرادة لما تجتمع مع الرغبة الملحة اللي اتكلمنا عليها بيعملوا تركيبة كده صعب حد يقف قدامها. المشكلة إن أغلب الناس للأسف يعني بتقف وبتتخلى عن أهدافها مع أول عقبة أو تاني عقبة تقابلها. فعلا دي حقيقة بنشوفها كتير. المثابرة هي اللي بتفرق فعلا، هي الفيصل بين اللي بيوصل في الآخر وبين اللي بيستسلم في نص الطريق. وعشان ننمي المثابرة دي، هيل بيقول محتاجين 4 حاجات. أولاً، هدف واضح جدا ورغبة شديدة فيه. ثانياً، خطة واضحة ومكتوبة وبنشتغل عليها باستمرار. ثالثاً، عقل مقفول، يعني مش بيستقبل بسهولة التأثيرات السلبية أو الإحباط من اللي حوالينا. ورابعاً، الدعم من التحالف الودود ده، اللي هو مجموعة العقل المدبر. دول بيشجعوا وبيسندوا وقت الصعوبة. وكأن كل التحديات دي مش كفاية، لسه في عقبة أخيرة لازم نتكلم عنها: المخاوف. بالظبط. هيل خصص ليهم جزء كبير وسماهم الأشباح ال6 للخوف. 6 أنواع أساسية من الخوف بتقف في طريق أي حد عايز ينجح: الخوف من الفقر، الخوف من النقد، الخوف من المرض، الخوف من فقدان الحب، الخوف من التقدم في السن، والخوف من الموت. دي مخاوف أساسية عند ناس كتير فعلا. تماماً. والمخاوف دي مش بس بتعطلنا، دي ممكن تشل التفكير تماماً. بتدمر الخيال والثقة بالنفس، اللي هم أصلاً الأدوات اللي بنبني بيها النجاح. هو بيعتبرها العدو الأكبر للإنسان، ومواجهتها بتبدأ من جوانا، بالسيطرة الواعية على أفكارنا. نختار إحنا نسمح لأنهي أفكار تدخل عقلنا وتسيطر عليه، ونختار كمان الناس اللي حوالينا. لازم نحيط نفسنا بناس إيجابية، ناس بتشجعنا نفكر ونعتمد على نفسنا، ونبني سور كده حوالين عقلنا ضد أي أفكار سلبية أو هدامة بتجيلنا من بره أو حتى من جوانا. يعني لو لخصنا الرحلة دي كلها، كأن الطريق للثروة أو لأي إنجاز كبير في الحياة بيبدأ بفكرة صغيرة جوانا. الفكرة دي بتكبر وتتغذى على رغبة ملحة وإيمان قوي بقدرتنا على تحقيقها، وبعدين بتترجم لواقع ملموس عن طريق خطة واضحة ومثابرة وعناد على التنفيذ. ده كله مع ضرورة إننا نواجه مخاوفنا دي ونسيطر عليها. الموضوع فعلا رحلة داخلية قبل ما تكون أي حاجة تانية، وكأن الإنسان بيوصل للي بيشغل تفكيره معظم الوقت. بالظبط كده. وده ممكن يوصلنا لسؤال مهم جدا، سؤال مفتوح كده للتفكير. بما إن مصيرنا بيتحدد بشكل كبير قوي من خلال الأفكار اللي بنسمح لها تسيطر على عقلنا، يا ترى إيه هي الفكرة الأساسية، الفكرة المسيطرة اللي ممكن أي حد يختار يركز عليها من النهاردة عشان يوجه حياته كلها في اتجاه النجاح اللي بيتمناه فعلا؟ وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.